3 الفجر بتوقيت جرينتش، 6 صباحا بتوقيت مصر. السوق الاسترالي بدأ عند 3,373 وده كان نفس سعر الإغلاق يوم الجمعة، يعني ما كانش فيه فجوة سعرية. الفجوة السعرية للي بيتابعني أول مرة هي الفرق بين سعر الإغلاق وسعر الافتتاح، وأنا بتكلم على الذهب العالمي، سعر الأونصة بالدولار للذهب العالمي. طيب فتحنا عند 3,373 واحترم منطقة المقاومة عند 3,375 ونزل ل 3,359 ونص وشغال دلوقتي عند 3,365. قلت لك وانت كمتداول لازم تراقب اول المستويات السعرية وتشوف هل الأداة الاستثمارية اللي انت شغال عليها احترمت المستويات دي وقفزت من مستوى إلى آخر أم العكس. طبعا اللي حصل يوم الجمعة ان الأسواق الأمريكية والبريطانية مع خطاب جيروم باول رئيس الفدرالي الأمريكي اخترقت المستويات السعرية بسرعة، ودايما أوروبا وأمريكا بالبلدي كده بتاخد وش السوق. لما تيجي أستراليا والصين بيكون الخبر هدى، وده اللي حصل ان احنا آخر 6-7 ساعات يوم الجمعة طلعنا من 3,330 لغاية 3,379 في حوالي ساعة ساعة ونص بسبب رد الفعل العنيف من الأسواق الأمريكية والأوروبية لخطاب جيروم باول. على النقيض تماما النهارده السوق الأسترالي والسوق الصيني ما كانش عندهم أي رد فعل لخطاب جيروم باول واخدوا اتجاه هابط حتى الآن، شغالين عند مستوى 3,365. هراقب معاك المستوى من 3,350 كمنطقة دعم حتى 3,375 منطقة مقاومة. عندنا مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا وده أحد البيانات الاقتصادية الهامة الساعة 2 مساء بتوقيت جرينتش، وعلى مدار اليوم هحدث معاك أي جديد فيما يخص التحليل الأساسي وبالتالي الفني.